في منتجات النهارده في 2023 لو اشتغلت فيها وبدات فيها مشاريعك انت عمرك ما هتخسر. ساعات عباره واحده تجذب تعاطفك انت كحد يخليك تنفذ العمليه الشرائيه. انت النهارده لو بتفتح مشروع عندك ايجارات، عندك ميه، عندك كهرباء، وعندك ديجيتال ماركتنج، عندك تسويق الكتروني. الكلام ده بفلوس بس شريف قرر يديهولنا كده النهارده في يا اهلا وسهلا مهندس شريف عبد المنعم، خبير التسويق الالكتروني واداره الازمات وتطوير الاعمال، ومن انجح الشباب جدا اللي موجودين على السوشيال ميديا طبعا، يعني عشان بينقل لنا شغله، لكن طبعا ليك شغلك بس بتعرف تتواصل على السوشيال ميديا وتعلم الشباب ازاي والناس كلها ازاي تعمل مشروع وازاي تسوق ده، حتى لو عايزه تسوق نفسها شخصيا. برافو عليك يعني ان انت قدرت توصل لنا ونوصل لك، وده قمه التسويق الالكتروني. يعني مبدئيا انا مبسوط جدا ان انا معاكي النهارده، ومبسوط جدا ان احنا هنعمل الحلقه دي مع بعض ونحاول نفيد الناس يعني ونديهم قيمه حقيقيه فعلا ان شاء الله، وفي نفس الوقت ننترتين الناس ونبسطهم عشان احنا في الصيف. والجو بيبقى لطيف جدا في الصيف في مصر، يعني حاجه جميله جدا. بس فانا مبسوط قوي ان احنا مع بعض النهارده بجد يا مها. يعني طبعا اللي متابع شريف وعامل له يعني فولو طبعا ملايين، يعني عنده الافات عنده على صفحته، اول حاجه لازم يعرفها او لازم يعلق عليها شريف، انت ليه كل ما تمشي في حته تلاقي حاجه؟ بصوا يا جماعه شريف عبد المنعم يعني ما فيش مكان يروحوا الا لازم يلاقي حاجه، مفتاح عربيه، فلوس، لدرجه ان الناس سميته تميمه الحظ. كل لما ينزل الشارع يلاقي حاجه ضايعه. انت اشمعنى انت يا شريف؟ والله مش عارف، يعني هي الموضوع ده مش من دلوقتي على فكره. ايوه الموضوع ده الحمد لله يعني بقالك كتير. بقالي كده. وكمان يعني من جانب اللي هو من جور السعيد يسعد. حتى لما بخش اشتري مثلا من محل ممكن يبقى المحل فاضي خالص. واول ما بخش المحل سبحان الله يعني ربنا بيكرمه جدا. ده بركه بقى، ده خليك هنا شويه معايا. كل الناس بتخليني اخر واحد. فنفسي اشتري اول حد بلاقي نفسي اخر وشك واحد. حلو بقى. بس وشي حلو على الناس يعني الحمد لله. طيب ان شاء الله تمام تحافظ علينا احنا كمان. بس فالحمد لله يعني لما بمشي هي بتيجي لوحدها والله. لدرجه ان في ناس بتتصل بيا تقول لي بتلاقي حاجات غريبه يعني فلوس كتير وبيلاقي مفتاح عربيه ويقعد يعمل كده بالمفتاح لغايه ما يلاقيها. العربيه فعلا طلعت لقيتها فعلا. حتى واحد كان ساكن في الشيخ زايد قال لي طب انا ساكن في المنطقه دي انت بتنزل تتمشى فين؟ انا ساكنه مره ما كان ماشي في الشارع اللي انا ساكنه فيه، قلت له انت الشارع اللي انت ماشي فيه ده انا كنت ماشيه فيه، اشمعنى انت اللي بتلاقي الحاجات دي؟ سبحان الله الحمد سبحان لله الله. الحمد لله. طب يعني تعالى نخش في موضوعنا، بس ده كانت الشيء بالشيء بيذكر لان ده حاجه معروفه عنه جدا. يعني ايه هو التسويق الالكتروني؟ طيب التسويق الالكتروني ده هو نوع من انواع التسويق. يعني مش هو الاساس. ودايما اقول للناس لما تيجي تعمل مشروعك ما تجريش تقول انا عايز اعمل تسويق الكتروني رقم واحد، لازم تعمل حاجه اسمها تسويق الاول. وجزء منها فرع اللي هو التسويق الالكتروني اللي هو عن طريق السوشيال ميديا او وسائل التواصل او حتى الايميل او اي حاجه ليها علاقه بالديجيتال. يعني مش ملموسه مش محسوسه مش ممسوكه في الايد، تبقى اسمها تسويق الكتروني. التسويق الالكتروني طبعا النهارده لا غنى عنه. دايما اقول للناس انت النهارده لو بتفتح مشروع حضرتك عندك ايجارات، عندك ميه، عندك كهرباء، وعندك ديجيتال ماركتنج، عندك تسويق الكتروني. لازم تحطه من اولوياتك. ما ينفعش تقول ان شاء الله لما ربنا يكرمني ويبقى معايا ان شاء الله هبقى ادفع. ما هو مش هيجي يعني وانت بتعمل ميزانيه شغلك ده اساسي معاك. اساسي رقم واحد. ودايما اقول للناس انه هي الحسبه بتبقى التلت والتلتين. يعني لو عايز تعرف هتصرف كام، لو انت بتدفع تلت على المنتج بتاعك اكسبنسز بقى ومواصلات وايجارات وعماله موظفين، لازم يبقى فيه تلتين المبلغ اللي انت مخصصه ده يبقى للتسويق الالكتروني. لكن التسويق الالكتروني عامه احنا دايما نقوله هو مدرسه اللا مدرسه. يعني ايه؟ يعني النهارده غير بكره غير بعده، وهو مبني على التجربه والخطا. فانت النهارده لو انت بتعمل حمله دعائيه ممكن تنجح معاك، ولكن بكره اللعبه قوانين اللعبه او قواعد اللعبه كلها ممكن تختلف. ممكن تلاقي منصه الكترونيه فتحت جديد. ممكن تلاقي البيزنس بتاعك نفسه محتاج يتطور، المنتج بتاعك محتاج يحصل له انهانسمنت بطريقه معينه او تطوره بشكل او باخر. فالديجيتال ماركتنج في كورسز كتير جدا على منصات دلوقتي موجوده في كل الدنيا. تقدر تخش تشتري كورس او حتى تتابع اي حد عن طريق البلاتفورمز. ممكن تتابع السوشيال ميديا عندي او اي حد تاني بيقدم نفس المحتوى. اعرف نبذه عن كل حاجه. وبعد كده ودي معلومات مجانيه للجميع. موجودة يعني موجودة العلم موجود بس اللي يدور عليه. صحيح. انا دايما اقول ممكن يبقى الطريق قدامك بس محتاج حد يشاور لك عليه. طيب انا كنت بقول ان احنا عندنا اشكال كتير طبعا للتسويق
احترافي الجديده. ومن ضمن الاشكال دي ان انا بسوق نفسي انا شخصيا. صحيح. لدرجه ان في دلوقتي كورسات وكتب بتقول مي برودكت، يعني انا منتج. صحيح. انا بتسوق شخصيا. صحيح. ازاي اوصل للناس ده؟ البيرسونال براندنج ده من اهم الحاجات اللي لازم تعملها النهارده في اي بزنس. أيوة. يعني حتى لو انت البيزنس بتاعك كبير النهارده، ممكن تلاقي واحد يمتلك مصانع واسطول من الشركات، ولكن النهارده هو بينزل على ارض الواقع بيحاول يبين اسمه كصاحب الشركه دي. طب ليه؟ لان الناس بترتبط بالاشخاص اكتر من المؤسسات. صح. فمهم جدا انك تعمل لنفسك حاجه اسمها بيرسونال براندنج، او التسويق لاسمك انت، ان هو تسويق ذاتي لنفسي. عن طريق ان انت تطلع تدي للناس معلومات. ودايما اقول للناس كل حد فينا عنده خبره وعنده معلومات يقدر يقدمها لواحد تاني. صح. اللي انت شايفه عندك النهارده هو بتشوف ان هو مش علم، لا هو بالنسبه لناس تانية هو علم جليل تقدر يبني عليه حاجات كتيره جدا. فكل اللي انت محتاجه دلوقتي، الموضوع بقى سهل، كلنا معانا موبايلز، تقدر تعمل ريلز على اكتر من بلاتفورم، تقدر بشكل مستمر تكتب للناس خبرتك عن المجال بتاعك، وهتلاقي انت باي ديفولت لو بتقدم المعلومه او القيمه او انترتين حتى، يعني اطلع لاعب الناس اتبسط. يعني من ضمن المحتوى اللي انا بقدمه هو المحتوى بتاع تميمه الحظ مثلا. لما بلاقي حاجه في الشارع بصورها، ده جزء من الانترتين. بص يعني بقالك سنين بتعملها، بس يعني الناس كتير حافظتها يعني. صحيح. بقت حاجه ليك يعني، بقت لازقه فيا، لازقه فيك بالظبط. بقت حاجه معلمه معاك. انا عايز اوضح للناس انه شريف ده هو عباره عن الطاقه الايجابيه، وانك لما تقعد مع شريف فعلا هتلاقي فيه امل. انا همشي ورا شريف بعد كده واشوف يمشي فين، هشوف بتلاقي الحاجات دي فين. فكره المستهلك وازاي اجذبه بقى ان انا يشتري منتج. انا سوقت خلاص وجا خدت الدروس وعملت الواجب بتاعي يا شريف وكل حاجه، بس انا لسه مش بجذب. ما العبره بقى بالشراء. محدش بيجي لي ليه؟ طيب يعني خلينا نقول كده 80% من الناس بتحاول تسوق للمنتج انه المنتج بتاعي حلو والنبي تعالى اشتريه. حته ايه التحايل انه وهديكي مثل بسيط جدا. لو انت النهارده دخلتي اي متجر بتاع ملابس ولقيتي بنت ماشيه وراكي في ديلك كده وبتقول لك ايه ممكن اساعدك ازاي؟ طب بصي الحمراء ولا السوداء؟ صح، بتاخدي بعضك وتمشي على طول. ليه؟ لانك بتحسي ان بيحصل فورسنج او بتجبري على الشراء بطريقه معينه. كويس. فهي دلوقتي بعت انك ما تبيعليش. يعني تعمل ايه؟ بين بعد اذنك، بين القيمه اللي عندك. انا غير مكترث. خش اتفرج براحتك، لما تبقى تعوزني بتعالى. يعني هتيجي تقول لي المنتج الفلاني هيدي لك قيمه كذا او فاليو كذا، يقدر يساعدك في النيد بتاعتك او احتياجك اليومي بواحد اتنين تلاته. وعلى فكره في منتجات تانية بس ممكن ما تقدملكش ده. وسيبه خالص، سيب العميل خالص. عقلك في راسك بقى تعرف خلاص. هو على فكره العميل النهارده من اذكى واكتر الناس اللي فاهم كويس قوي منتجك اكتر منك. صح، وعارف احتياجاته. فبعد اذنك احترم عقليه المستهلك. ده كلام مهم قوي. ده كلام مهم قوي. يعني فكره ان انا اسيب للمستهلك مساحه هو اللي يجي لي وانا بحركه بريموت كنترول. ايوه طبعا. طبعا سيكولوجيا. بس هو سيكولوجيا. هي بقى السيكولوجيا دي اللي انا بتكلم عليها. فانت مهم جدا انك تبقى عارف ده وملم بيه جدا جدا، ومهم بسيكولوجيتك بسيكولوجيه الناس. وفي علوم كتير في داخل السيكولوجيه بالتاثير على الناس عن طريق اللون، عن طريق الخط، عن طريق الجمله نفسها. ساعات عباره واحده تجذب تعاطفك انت كحد يخليك تنفذ العمليه الشرائيه. طيب دايما السؤال الاكثر على الاطلاق او حد يعني ما بيخسرش ابدا مثلا. يقول لك مثلا الحاجه دي ما بتخسرش. في منتجات النهارده في 2023 لو اشتغلت فيها وبدات فيها مشاريعك انت عمرك ما هتخسر. عمرك ما هتخسر. طب اقول لك بناء على ايه عشان الناس تبقى عارفه، مش بس الحاجات اللي انا هقولها، ولكن هي ديبند على ايه؟ ديبند على الاحتياج اليومي للبني ادم، انه ما يقدرش يستغنى عن الحاجات اللي انا هقوله لكم دلوقتي دي. اول حاجه مثلا الكراته بتاعه المحفظه، مش المحفظه ولكن الكراته بتاعه الاي تي امز. احنا النهارده ديجيتال، كل حاجه ديجيتال، كل الصرف ما فيش حد معاه جنيه، كله معاه الكروت. فمثلا الكراته دي النهارده
تقدر تطلع منها فلوس كويسه جدا جدا، وتقدر تبيعها كويس جدا، بيعتها موجوده جدا في السوق، مفيش حد مش شايلها، سعرها ريزنبل، تقدر تبدا مشروعك فيها من اول 10000 جنيه 5000 جنيه، مبالغ بسيطه ولكن تقدر تحقق عليها فلوس كويسه جدا. اي حاجه ليها علاقه بالنظافه، الصابون، السائل، الحاجات المستحضرات، التنظيف، المنظفات، مغاسل السيارات، في كام عربيه النهارده موجوده في مصر بتغسل يوميا. الشنط بتاعت الرجاله الصغيره اللي بقت مخلوقه دلوقتي عشان الشاحن بتاع الموبايل والموبايل والكراته اللي احنا لسه قايلين عليها، الشنط دي بياعه جدا 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 وموجوده النهارده. الهدوم الداخليه مثلا موجوده جدا النهارده واستخدام يومي، مفيش حد يقدر يستغنى عنها. يعني انت بتتكلم سلع ما لا يمكن الاستغناء عنها، لا يمكن الاستغناء عنها، دي سلع ما بتخسرش، تقدر تبدا فيها مشروع النهارده بفلوس قليله، كل الناس تقدر تشتغل فيها. اي حد النهارده نيد ليها، اشتغل في الحاجات البيزك. ارجوك لما تيجي تشتغل بلاش تفتي بقى، لان انا بشوف حاجات غريبه جدا. يجي يقول لي انا عملت شمعه من كوالالمبور بتنور ويقول لي انا مختلف. انا مش عايزك تبقى مختلف، انا عايزك تعمل بزنس ليه ستراكشر مظبوط. انا بتهيألي ان المرحله دي بعد ما اكون وصلت في السوق لحاجه فظيعه، لو بقى عملت اي حاجه هيمشي ورايا. صحيح. يعني بتهيألي دي عايزه نوع من انواع المصداقيه رهيبه يعني. صحيح. هي بتبقى كسر للملل للمنتجات بتاعتك، لكن ما ينفعش تبني عليها مشروع. صح. بس طب ايه الخلطه السريه لنجاح اي مشروع؟ خلطه الكلام ده بفلوس، بس شريف قرر يديهولنا كده النهارده فور فري. انا عاده الناس يعني دايما بس انت بتدي كل الناس ارائك، يعني ما بتبخلش على حد ده حقيقي. دايما قايل لهم في كراسه اسمها الكراسه الصفراء، دي لازم تبقى موجوده معاك طول ما انت شايفني اون سكرين. اكتب اللي انا بقوله، اكتب فرصه. انا هسيب لكم لينك الحلقه، طبعا لازم تشوفوا كل الكلام ده. لازم كده. الخطه السريه بتقول لك انه لازم الاول لو انت داخل على اي مشروع في الدنيا، بعد اذنك اول حاجه ما تقعدش على القهوه تعمل المشروع مع اصحابك. دايما انا اروح القهوه وافتح اللابتوب واقعد اتناقش في المشروع. لا، رجال اعمال. ايوه الجو ده. اشاركك، معاك كام؟ معاك 30، معايا 50، تعالى بكره هنفتح مش عارف ايه. طب انت درست؟ مفيش خالص. فرقم واحد ما تقعدش على القهوه. لو عايز تعمل مشروع بجد وعايز تنجح ما تقعدش على القهوه. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه لازم حضرتك تنزل تعمل حاجه اسمها ماركت ريسيرش. يعني انزل ذاكر الماركت، ابحث السوق او ادرس السوق. بالظبط. اعمل ده ازاي يا شريف؟ عيش كانك واحد عادي خالص بيشتري المنتج بتاعك. انزل اشتريه من اكس وواي وزد وشوف ده بيبيع بكام وليه وكذا. شوف الناس وشكلهم عامل ازاي عنده. ابدا اكتب الكلام. حط نفسك مكان الزبون. الكلام ده بياخد يوم يا مها؟ لا، الكلام ده بياخد 3 شهور دراسه. 3 شهور 3 شهور على الاقل. طيب بعد ما عملت الكلام ده في الكراسه الصفراء، عشان الناس تبقى معايا، الكراسه الصفراء دي هتفتحها تشوف الكلام ده، ديبند على الكلام ده بقى تبدا حضرتك تعمل ايه؟ تسعير. ارجوك. في عندنا فيديو كده كنت عامله اسمه الفشار كسبني نار. ليه؟ لانه التسعير في حاجه اسمها بوب كورن برايسنج. يعني حضرتك النهارده لما بتروح السينما بتلاقي عندك حجم صغير فشار مثلا ثمنه 5 جنيه، حجم متوسط ثمنه مثلا 7 جنيه، حجم كبير ثمنه 15. انت باي ديفولت بتاخد ايه لوحدك؟ بتاخد المتوسط او المتوسط يعني. تاخد المتوسط. لا اصل الفشار انا ضعيفه. انا كبير على طول. انا كبير من غير ما اسمع انا ما خدتش ثانيه قرار تفكير. كبير. فالمتوسط ليه؟ الفيلم طويل بقى وفي استراحه. لان انت بتقول انا هحط 2 جنيه واخد كميه محترمه. لكن انا مش هوصل اللي فوق ومش عايز اللي تحت ده قليل قوي، مش هقدر اشتري. انت دايما بتقول الوسط يعني. فانت التسعير 5 2 15 بقود الناس عن طريق سيكولوجيتهم انه يختار الافضل ليه عن طريق التسعير. بسوقه بس. فانا عايزه يشتري اللي في النص، فاديته الصغير ب5 والكبير ب15 واللي في النص ب7. فهو بيوازن، تجبره انه ياخد اللي في النص. مظبوط. فهمت قصدك. فهمتك. فاعمل تسعير مظبوط. بعد اذنك لو عايز تكسب ما ترخصش سعر. وانت ساعات تقول ايه مثلا؟ بصوا يا جماعه الاوفرز لما تاخد ده وده بسعر كذا وتاخد حاجه واحده بسعر كذا، تختار ايه؟ يعني الحاجات دي برضو ليها علم، مش اي حد بيعمل الباندلز دي اللي هي الاوفرز دي. بالظبط. التسعير من اصعب الحاجات اللي ممكن تعملها النهارده، ولو مش قادر تعملها ممكن تعمل استشاره مع حد خبير.
أيوة. يعني ارجوك زي ما حضرتك النهارده بتروح تاخد راي والدك راي والدتك في امور شخصيه. ايوه. الاستشاره حاجه مهمه جدا. أيوة. حاجه مهمه ان شاء الله جدا. مره بس يحطك على الطريق. مظبوط 100%. بدل ما تخسر فلوسك يعني. بالظبط. يعني انت دفعت كل ده مش قادر تروح تشوف حد منتور، تشوف حد كويس يقدر يعمل لك ده. دي حاجه. التسعير من حاجات مهمه جدا. طيب خلصت مرحله التسعير يا باشا وظبطت الدنيا، وان شاء الله انت اخترت المنتج بتاعك بشكل كويس، انت دلوقتي ريدي انك تبقى رائد اعمال هتنجح. يلا هتعمل ايه؟ محتاج حضرتك تحط بادجت كويسه للماركتينج. ما تسيبش الباب مفتوح كده. حضرتك حط البادجت اللي تقدر حضرتك تخليك تستمر. أيوة. الاستمرار دايما اقول الاستمرار اهم من انك تبدأ تنجح عالي. بالظبط. استمرارك هيخليك تنجح كده. صح. فحط بادجت ريزنبل. دي يعني وصفات هايله دي والله. وبعد كده هتلاقي نفسك ان شاء الله ربنا كرمك ووسع رزقك كمان وكمان وخلاك احسن الناس. دايما اقعد غذي نفسك بقى. طول ما انت قاعد تغذي نفسك، المنتج بتاعي محتاج ايه؟ طب اشوف اراء الناس بشكل كويس. طب اتابع الموضوع، ما تسيبش الموضوع كده مفتوح. مفيش منتج او مشروع النهارده بيكسب وصاحبه بيرمي فلوسه كده ويقول الناس هي هتديره. صحيح. لازم كل حاجه لازم تقف عليه. هنتقابل تاني اكيد وهنكمل كلام تاني اكتر. واحنا بجد يعني بنشكرك جدا على وقتك الجميل والرائع اللي انت اديته لنا النهارده. ربنا يراضي قلبك يا رب. بجد ربنا يخليك. الدعوه الحلوه دي ربنا يخليك، وانت كمان، واتمنى لك كل خير. كل سنه وانت طيب. وويك اند سعيد.